ايه الاخبار يا اسطى؟ لسه بتحاول تخرج حياتك من عنق الزجاجه؟ انا بقول تخرم القعر بشنيور كون اخلص. بس الزجاجه اللي انت فيها دي عايزه مش اقل من شنيور 3600 صبر. ايه مستغرب ليه 3600 صبر؟ ما عندكش خلفيه ولا ايه؟ ما عنديش خلفيه. اتلغت نيوتن، ما بقتش وحده قياس القوه. مين اللي لغاها؟ بقت الصبر. مالك؟ انت راجل نجم، افرض طلعت ببرنامج على الهوا والمذيعه زنقتك وسالتك ما هي وحده قياس القوه، ترد زي الاهبل تقول نيوتن عادي؟ تسقط من نظر جمهورك اللي بيحبك، ده انت مثل اعلى الشباب كتير. يا عم بهزر، نيوتن وحده قياس القوه زي ما هي. يا الحمد لله يا رب، ده انت عايشتنا في 5 دقايق رعب يا اخي. بس لو هنتكلم عن وحدة قياس قوة الشخصية فهي الصبر، مش نيوتن خالص. مال هتقول لي ازاي؟ ما انا هقول لك ازاي. لما بنتعرض لألم أو ضغط، رد الفعل الطبيعي إنك عايز توقف الألم ده بأي طريقة، ومش مهم النتائج، ولا مهم الطين، المهم حد يخلصني من المأمورية جاي. بس لو أنت مضطر تتعرض للألم ده عشان تحقق هدف معين، هتحتاج تستحمل وما تنسحبش لغاية ما يخلص الألم عملية تطويره ليك. لو كان الألم رجلا لقتلته. ماشي يا ألم، صدقني نقتله بعد ما تخلص العملية، مش لما تخلص العملية. وفعليا انت بكده بتصبر وبتأخر قرار الهروب من الألم. يعني كل ما تقول لنفسك ها منهار، ترد مش دلوقتي. لما نوصل للي عايزينه اصبر. وكل ما قدرتك على الصبر امام الألم تزيد، كل ما بتبعد عن الهزيمة، كل ما بيكون نفسك اطول، وكده بتبقى اقوى. مش مقتنع صح؟ ما هو يقنعك يطلقك. تعالي احكي لك. الفكرة واضحة قوي في الجيم، وانت بتعد بوزن تقيل عليك شوية 3 عسلية. اول كام عدة الدنيا بتبقى تمام. اول ما توصل للنص بتبدأ تنهد وترفع ايدك ببطء، والحماس يقل ويزيد مكانه الفرهدة. ومع كل عدة زيادة بتبدأ تفكر انه كفاية، مش قادر، هوقف. بس كل ما بتصبر وتأخر انك تنهي المجموعة دي وترمي الوزن على الارض، كل ما العضلة بتضغط. بس استمرارك وصبرك على الألم الفظيع ده هو مقياس لمدى قوتك، وبيه انت بتكبر قدرة العضلة على الصبر وبتدربها عشان تقدر تصبر على ألم أكتر في اللي جاي. طبعا أنت بتكمل ومش بترمي الوزن على الأرض مش عشان قوة وصبر وعاش والكلام ده، بس عشان كابتن الجيم قايل لك لو ما حطيتش الوزن على الأرض بالراحة ده هكون مقعدك جوه اديك في الريزر. لا سامحني، دي فلوس شغل. وبالتالي انت لو كل ألم بتتعرض ليه بتهرب منه، مش بس مش هتوصل لحاجة ومش هتتجوز ثانية، لا في شهر ولا في سنة ولا في عمرك كله، لكن كمان مش هيكون عندك أي عضلات في شخصيتك. يعني هتكون شخصية ضعيفة وهزيلة. أنا شايف نفسي مش جبان وعندي شخصية قوية. امال جاي لطبيب نفساني ليه؟ عشان جبان وما عنديش شخصية. نفسك قصير، ضبطك لنفسك محدود، عينيها بقت حمراء، شعرها بقى مكتكت. أي حلم مشواره طويل بتعطل فيه وتلف وترجع تاني. اللياقة البدنية للانتظار في ذمة الله. آخر 5 دقايق وتجيب جاز. تعبت يا جماعة، ما تبقى بني ادمين. مالكش في الاستثمار طويل الأجل، بتدور على النتائج القريبة حتى لو نتائج قليلة بترضى بيها. المهم تخلص، مع إنه في الآخر كله في وشك. يا عم خلص بقى، كرهتني في وشي. يا اسطى الأشياء العظيمة تأخذ وقتا. اتقل عشان الدنيا تفتح في وشك. انا مش عايز. اوعى تبوظ وشي وانا حر فيه. ومع زيادة السرعة الجودة أكيد بتقل. جودة التخطيط للأهداف والأحلام، جودة تنفيذك ليها، جودة التأمل والتحليل والاستفادة من الألم والخروج بالدروس وخبرات. يا اسطى وقت الصبر ده مش لله ولا الله التأمل. اخويا ابو خلق ضيق، انت بره عنك الكلام ده كله. مالك انت ومال الحاجات دي؟ انت راجل دماغك متكلفه. انت مش فارق لك غير تجري ترجع للكومفورت زون وخلاص. اهم حاجه تفضل في مود الروقان. انت بتديها من امتى؟ عليا النعمة ما أنا فاكر، أنا ما خرجتش من البيت من أيام العدوان الثلاثي. الصبر مش بس وقت رخم، لكن الصبر بيشتغل فينا، بيغير فينا، سواء بتكوين عادات جديدة تساعدنا نكون أفضل، أو تعديل سلوك غلط في طبعنا. لو ربنا هدانا وسبناه يخلص شغله للآخر، وايه ده بقى؟ ايه ده؟ هيطلع شخصية ناضجة وكبيرة ليها فرص في الإنجازات الكبيرة والبعيدة، واللي ليها تأثير وقيمة حقيقية. جميل يا بيه. ما انا مش شايف زحمه. وصل يا بيه. يحضرني المثل اللي بيقول لا تعطيني سمكة. مش مهم السمك مع مراتك في كل حته، اهم حاجه الصبر. فرق الكتابة في الأفلام والمسلسلات وحتى المصارعة الحرة مدركين الحقيقة دي من بدري. تلاقي السيناريو للبطل إنه يفضل يتضرب ويتهان ويتف عليه. وضربتها على رأسها من الخلف وكسرت لها رقبتها واغتصبتها مرتين وأشعلت فيها النيران وهي الآن حزينة. وقصاد كل ده يصبر ويستحمل وما يستسلمش.
وفي الاخر هو اللي ينتصر. الله يمسيك بالخير يا هو ان انت وجون سينا كان الواحد فيهم يتمسح بيه الرينج طول الماتش ويقوم في الاخر يفنش وياخد الحزام ويروح وهو هيمشي. القائمين على الصناعه فاهمين كويس انه الاقوى مش الاكبر عضلات، لكن الاكثر صبر على الالم، اللي بيقدر يتحمل اطول وقت من غير ما ينهار، اللي بيعرف ازاي يعاني. اضرب كمان وكمان هطلع لك في كل مكان. الاوقات الصعبه اللي بنعدي بيها هي اللي بتنمي القدره على الصبر، والنمو والصبر دليل على اننا بنبقى اقوى واقوى. ومع كل مره بنصبر ونحصد ثمر للصبر ده بنثق في نفسنا اكتر من الاول، وبيشجعك تصبر اكتر بعد كده. وكمان ثقتنا بربنا اللي عوض صبرنا خير وسندنا في الوقت الصعب بتتعمق جوانا. ولما تاخد على الفكره وتتعود، انا مت موتات احلى من دي بكتير، هتختلف نظرتك للاوقات الصعبه واللي محتاجه صبر. مش هتشوفها مجرد ايام سودة، لكن فرص للتدريب والنضوج، جيم للعقل والمشاعر ببلاش. تعرف كده احسن. وستدرك يا اسطى ان الحياه لا تمضي قدما بهذا النهج، يعني الدنيا ما بتمشيش كده. هيا بينا يا رجال، مكان يا ابني بقى يلا. باخد بالي انه لما بنشيل اوزان في الجيم بنكون مبسوطين، وكل ما نزود اوزان ونزود عدات ووقت بنزيد في الفخر والحماس. بس لو شلنا شنط طلبات باوزان حتى قليله بنكون متقدرين وبنحسب امتى نوصل عشان ننزل الشنط ونريح ايدينا. وقع بس والله كنت قاصد. السؤال بقى اللي هيحدد كتير، انت بتشوف الاوقات الصعبه في حياتك دامبل ولا شنط سودا؟ يا ترى بترجع كل الخطوط المقطوعه لكل الناس، ولا اللي صوتهم محندق وحلو وبس؟ وفي بقى ليفل ادفانسد، بتوصل لمرحله تبقى مبسوط ومحافظ على هدوءك حتى لما تعدي بظروف صعبه، لانك فاهم وواخد على الصبر. ده انت ده بقى في شغلانه، وعندك تاريخ ولياقه نفسيه وعقليه تسمح لك بانك تراهن على نفسك وانت مطمن. عضلاتك مقويه قلبك، والاهم ايمانك ان ربنا هيخرج بيك للخير، وان كل شيء تحت سيطرته، وانه بيدربك ويربيك. اي اب فينا قلبه على عياله هيكون عايز يربي اولاده انهم يكونوا ناضجين واقوياء، وده من حبه ليهم. فما بالك الله بقى قلبه علينا قد ايه. يمكن ده يخفف عندك الحيره بانه ليه ربنا بيسمح انه نعدي باوقات صعبه. وبافكار زي دي بتقدر تفضل مبسوط وايجابي وسط الايام الصعبه، ومش هاين عليك تسلم وتتغلب، عشان انت جربت قبل كده تصبر وتنول. مستني تتكرر النهايه السعيده دي تاني، وبكده يبقى مالكش اخر. التحديات مش قادره عليك. اضربه يا بنت، انا بضربه ما بيتضربش. البقاء للاقوى يعني البقاء للاصبر الاكثر صبرا. واللي يكمل والبقاء للاقوى. اقصى مراحل القوه والهيبه لما تاخد على الصبر ويبقى العادي بتاعك. فيرست تايم بتصبر وانت سايب ايدك. ايش كلكم خايفين ليه يا جماعه؟ فاكك وبتضحك وبتهزر، لان الصبر ما بقاش مناخ مزعج يوترك ويفصل مودك. خد بقى حديد. حاجه كده زي شخصيه البطل بتاع ريال مدريد، الفريق مغلوب وتلاقي مره بنزيما وكاسيميرو بيضحكوا. يعطيك الصحه ويعطيني قلبك يا كريم، تضحك في هكذا ظروف. ومره مندي. انت بتضحك عليه. وده اللي بيخلي ريال مدريد اقوى فريق حتى قدام فرق بسكواد لعيبه ومدربين افضل منه. الراجل واللي لابس شورت في ركبته يتكلم. الكابتن دخل انتباه من حديد، عشان هو عملاق في الصبر، بيعرف يعاني، بيعرف يصبر من غير ما ينهار. رايق 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 وتقيل وراسي. لو جيت هنا تاني هقطع الكرة دي. الحاجة الوحيدة اللي مش عايزك تصبر عليها هي السبسكرايب وجرس التنبيهات. في دول انسى كل اللي انا قلته. ايه الواحد ما يعرفش يتفك معاكي ولا ايه؟ لايك وشير وكومنت باقصى سرعة من غير صبر. الصبر ده تخليهولك. لا انا ما افتكرش الحاجات دي خالص اطلاقا.